من محمد منير نشوف بقى علي جمعة. علي جمعة بيتكلم عن تاريخ أردوغان. الحقيقة أنا ممكن ما أقدرش أناقش علي جمعة فيما يخص الفقه الإسلامي، ما أقدرش أخش المنطقة دي، مش بتاعتي. لكن لما علي جمعة يتصدى الموضوع تاني فما يصحش سيبك منه الشيخ ومش شيخ ولا حاجة وعلي كفتة، ما يصحش راجل كبير بيتكلم على شاشة متشافة في برنامج ديني بيتكلم على زعيم بحجم أردوغان. مش مهم يشتمه، هو حر، ما بيحبوش هو حر يا جماعة، هو له مطلق الحرية ان يقول عن أردوغان اللي عايز يقوله، يقول عليه أفاق، يقول عليه زي انت عايز تقول، لكن ان يحكي تاريخ أردوغان بالطريقة دي. شوف بقى علي جمعة بيقول ايه، وتعالى لي عشان اقول لك تاريخ أردوغان مين. اتفضل بقى علي جمعة. هو الراجل أردوغان المضحك ده اللي عامل زي قرد قطع، هو كان في محافظ اسطنبول، مدير بلدية اسطنبول، رئيس بلدية اسطنبول. من ايه بقى ان شاء الله؟ انه راح جامع المومسات في اسطنبول، قال لهم يا بنات انتوا ايه المشاكل بتاعتكم؟ قالوا له المشاكل بتاعتنا ان الناس يعني ساعات يحتقرونا والموظفين بيعطلونا. احنا عندنا 3 شهادات، شهادة من وزارة الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، وشهادة من وزارة الداخلية بالتصريح بالعمل، وشهادة من الضرائب بسداد المستحقات. فعلشان نجيب ال3 شهادات دول، ودول مدتهم سنة، فبنقعد يناير جه نبطل عمل بقى علشان نروح نلف نجيب ال3 شهادات عشان نشتغل سليم. يدوخونا يخلونا 3 شهور. خلال ال3 شهور بنضطر ان احنا نشتغل من غير ترخيص، ما هو مش مورد للارزاق عندنا الا الدعارة والبغاء. فاثناء هذه ال3 شهور يقبضوا علينا ويقولوا لنا انتوا بتشتغلوا من غير ترخيص. قال لهم يا سلام، تايهه ولقناه. ده مين؟ أردوغان اللي بيلسن على مصر، المجرم ابن المجرم ده. وراح عمل له تب، تدخل البت من هنا تطلع ب3 تصاريح من الناحية التانية. فبقى فرخة بكشك عند مين؟ عند البنات المومسات. البت المومس ماشية ليها زباين 10 20 زبون، اخذنا على عاتقهن ان ال20 زبون مش هبقى حبيبتك ولا ابقى عشيقتك الا اذا رحت تختار أردوغان. اللي هو اللي سهل كل سهل كل البلاوي دي. نعم. وما زال يفعل نفس الفعل الى الان. بيروى عن الامام البخاري انه هو بيجمع الاحاديث، فضل يسافر البلاد وجمع حديث من عند واحد، لقى عنده حديث هيرويه يعني له، بس لقى الراجل ده حاطط في جيبه في حجره صخر او طوب، وبيضحك على المواشي يعني ان هياكلها، انه معاه اكل يعني، فالبهايم هتيجي او الطير ده هيجي وهو ما معهوش اكل اصلا. فالبخاري رفض ياخد منه الحديث لانه ضحك، الراجل ده ضحك على مشية او طير او بهايم او حيوان يعني. شوف الامام البخاري، مفترض انه رجال الدين يقتدوا بالبخاري، فلما يجي شيخ بحجم علي جمعة ويحكي تاريخ مفترض انه يعني يقتدي بالبخاري. بلاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اقتدي بالبخاري، يعني توخد دقة في المعلومات. خلاص، انا عندي كام سؤال لعلي جمعة. هو عارف منين البنات المومسات انه عايزين 3 تصاريح بس؟ واضح انه كان زبون قديم عندهم يعني. انما الاهم من ده بحسابيه رياضيه كده، احسب هو كان كام واحده بتشتغل في الدعاره فدوا صوتهم في الفتره دي لاردوغان. طيب وخلاص نجح اردوغان باصوات المومسات زي ما هو بيقول، انا اسف في اللفظ. انما اردوغان ازاي بقى رئيس وزراء بعد كده؟ برضه بالمومسات. يعني ده في اسطنبول لما بقى نجح على مستوى تركيا كرئيس وزراء برضه بالمومسات. طيب لما نجح في رئاسه الجمهوريه برضه بالمومسات. يعني العقل. بس تعالى اوريك بقى اردوغان اللي بيتكلم عليه علي جمعة ده،
اردوغان ده اتحكم عليه بالحبس وهو في الفتره اللي بيتكلم عليها جمعه ده، لانه قال بيت شعر اسلامي لشاعر اسمه عاكف، فاتحكم عليه وقتها. انتوا عارفين تركيا دوله قوانينها علمانيه، فاتحكم عليه. تقريبا البيت بيقول شعر المساجد مش عارف سكناتنا والمآذن محرابنا، البيت الشعر ترجمته غالبا كده. اتحكم عليه بالسجن بسبب بيت الشعر ده، وبيت شعر اسلامي. ادي واحده. سيبك من دي بقى، سيبك منه ان اسطنبول دي كانت مدينه وانت بتخشها. ارجع لكتاب الصحفي بتاع الاهرام رضا هلال اللي صدر سنه 96 اسمها الهلال والسيف. ارجع بيحكي ان اسطنبول وانت نازلها كنت بتحط كمامه من الريحه العافنه بتاع اسطنبول. وتعالى اتفرج على اسطنبول دلوقتي. ده اردوغان اللي بيتكلم عليه علي جمعه. سيبك بقى من القصه دي، تعالى اوريك بقى اردوغان ده مين دلوقتي. اردوغان اللي كاتباه الاستاذ احسان الفقيه. احسان الفقيه بالمناسبه دي شوفوا شايفين صورتها، لا محجبه ولا منتقبه ولا لابسه مش عارف ازاي ولا عينيها مش باينه. دي ست كاتبه صحفيه محترمه من غير حجاب. كاتبه على اردوغان بتقول ايه بقى؟ بتقول اردوغان الناتج القومي لتركيا عام 2013 حوالي تريليون و100 مليار دولار، وهو مجموع ما يساوي مجموع الناتج المحلي لأقوى اقتصاديات 3 دول في الشرق الأوسط، هي إيران السعودية الإمارات. يعني الناتج القومي لتركيا يعادل الناتج القومي لإيران والسعودية والإمارات، فضلا عن الأردن وسوريا ولبنان. أدي واحد. أردوغان قفز ببلاده قفزة مذهلة من المركز الاقتصادي 111 إلى 16 بمعدل 10 درجات سنوي، مما يعني دخوله إلى نادي مجموعة ال20 الأقوياء اللي هي الجي 20 الجي 20. خلاص؟ في العام 2023 يوافق إنشاء الدولة التركية الحديثة، وهو التاريخ الذي حدده أردوغان لتصبح تركيا القوة الاقتصادية والسياسية الأولى في العالم. فهل سينجح؟ ده اللي بتقوله السيدة إحسان الفقيه. مطار اسطنبول الدولي أكبر مطار في أوروبا، ويستقبل في اليوم الواحد 1260 طائرة، فضلا عن مطار صبيحة الذي يستقبل 630 طائرة. الخطوط الجوية التركية تفوز كأفضل ناقل جوي في العالم ل3 سنوات على التوالي. في 10 سنوات زرعت تركيا 2,770 مليون شجرة حرجية ومثمرة. تركيا صنعت للمرة الأولى في عهد حكومة مدنية اللي هي بتاعت أردوغان أول دبابة مصفحة، وأول ناقلة جوية، وأول طائرة بدون طيار، وأول قمر صناعي عسكري، وحديث متعدد المهام. يا عبقرة تصنيع أكبر قرص فلافل وأكبر صحن تبولة وأكبر سندوتش في العالم. أردوغان في 10 سنوات بنى 125 جامعة و189 مدرسة و510 مستشفى و169 ألف فصل دراسي حديث، ليكون عدد الطلاب بالفصل الواحد لا يتجاوز 21. أردوغان في 10 سنوات كان دخل الفرد في تركيا 3500 دولار، ارتفع عام 2013 إلى 11,000 دولار، وهي أعلى من نسبة دخل المواطن الفرنسي. خلاص؟ خش تاني. في تركيا تعمل الدولة جاهدة لتفريغ 300 ألف عالم للبحث العلمي للوصول إلى عام 2023. في أكبر إنجاز سياسي لتركيا قام أردوغان بإحلال السلام بين شطري قبرص ومحادثات تسوية. تركيا المسلمة ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 300%، وارتفع أجر الموظف المبتدأ من 3040 ليرة إلى من 340 ليرة إلى 957 ليرة تركية، وانخفضت نسبة البطالة إلى من 38 إلى 2%. في تركيا المسلمة ميزانية التعليم والصحة فاقت ميزانية الدفاع، وأعطي رواتب يوازي الطبيب. في تركيا تم إنشاء 35 ألف قاعة مختبرات لتكنولوجيا العلوم وقواعد بيانات حديثة. أردوغان سدد عجز الميزانية البالغ 47 مليار دولار، وكانت آخر دفعة للديون التركية 300 مليار دولار تم تسديدها في يونيو الماضي للبنك الدولي السيء السمعة، بل وصلت أن تركيا أقرضت البنك الدولي 5 مليار إضافة إلى وضع أردوغان 100 مليار في الخزينة العامة. طيب نكمل بس عشان تعرفوا مين أردوغان اللي بيقول لك الموامس ومش الموامس. حكومة أردوغان تبنت عملية تدوير القمامة لاستخراج الطاقة وتوليد الكهرباء ليستفاد منها ثلث السكان تركيا، وقد وصلت الكهرباء إلى 98% من منازل الأتراك في المدن والريف. أردوغان ده يرفض أن تخلع ابنته. شيل بقى دي خالص بقى عشان بس إيه نوري علي جمعة ده الشيخ بتاعكم الأفاق. أردوغان يرفض أن تخلع ابنته الحجاب فيرسلها لتدرس في أوروبا،
وذلك قبل ان يسمح بالحجاب في الجامعات التركيه. كان هنا لحد فتره قريبه ممنوع الحجاب في الوظائف والجامعات. اردوغان ما رضيش بناته يخلعوا الحجاب وسفرهم يدرسوا بره عشان ما يخلقوش الحجاب. اللي بيقول لك جاب الموميسات وثلاث رخص كلام ما يقولوش بجد والله، واحد بيسلك بلاعه. خلاص. اردوغان الوحيد الذي يزور بورما هو زوجته ويلتقي اهل اقليم مينامار. عارفين اقليم بورما ده ايه؟ عارفين الاقليم ده بتاع مين؟ بورما ده اللي فيه المسلمين منكوبين، اللي فيه المسلمين بيتذبحوا قدام العالم كله، اللي فيه جثث المسلمين بتترص. اردوغان بيزور سنويا. خد دي بقى عشان ايه؟ عشان تبقى مبسوط قوي. اردوغان اعاد تدريس القرآن والحديث النبوي الى المدارس الحكومية بعد 9 عقود، 9 عقود حكم العلماني. ولما اعاد تدريس القرآن العلمانيين كلوا وشه. ده اردوغان بعد 90 سنة القرآن اتقطع عن البلد دي، اردوغان اعاد تدريس القرآن تاني. اردوغان كرس حياته لارتداء الحجاب. فضل ورا قصة ان المرأة التركية ترتدي الحجاب. النهاردة بتمشي في شوارع تركيا اسطنبول بتشوف نسبة كبيرة لابسين الحجاب، في نسبة تانية مش لابسة كبيرة برضو، لكن اخيرا المرأة التركية لبست الحجاب. تعال شوف بس، اردوغان انار اكبر جسر، في عندهم اكبر جسر في العالم بيربط ما بين شواطئ البحر الاسود باضخم انارة. عارفين الانارة دي مكتوب بها عليها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حين كانت احدى الدول العربية اللي هي الامارات بتاعته بتاعت الدعارة اللي مترخص فيها، يقدر يتكلم عن الامارات؟ يقدر يتكلم عن الموامس بتوع الامارات اللي ماشيين تحت سمع وبصر الحكومه بتاعت ولاد زايد؟ ما يقدرش، ما يفتحش بقه. اردوغان نور الكوبري ده بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم، وده اكبر جسر معلق بيربط بين شاطئي البحر الاسود. ما قدرتش الامارات تعملها، اللي صنعت اكبر شجره كريسماس في العالم والتي بلغت تكلفتها 40 مليون دولار. الامارات بتعمل كريسماس ب 40 مليون دولار، وهو بيعمل اكبر جسر معلق بيربط الشاطئ البحر مكتوب عليه بالاناره بسم الله الرحمن الرحيم. اردوغان اطلق مسيره مكونه من 10,000 طفل مسلم بلغوا 7 من العمر يجوبون شوارع اسطنبول معلنين بلوغهم سن 7 متفاخرين بانهم سيبداون بايه؟ عشرات الالاف من الطلبه من العيال اللي عندها 7 سنين عاملين مظاهره. عارفين عشان ايه؟ فرحانين متفاخرين بايه؟ بيعلنوا كده في المظاهره انهم هيبداوا سن تاديه الصلاه. ده اردوغان اللي بيتكلم عليه الجعر اللي اسمه علي جمعه، وما عنديش مشاكل ان هو يقول له عليه مش عارف القرد، يقول يشتم، بس لما تحكي معلومه يا علي جمعه اقعد كده مع نفسك. مومس يا راجل يا مومس. فاصل ونستناكم بعد الفاصل.